في الفيديو دوت هقول لك ايه علاج الصداع النصفي وايه طرق الوقاية من نوبات الصداع النصفي. اول حاجة، الصداع النصفي هو صداع شديد جدا، من ناحية الشدة شديد ومن ناحية القوة قوي. بيجي في ناحية واحدة من الراس، في نص الراس، عشان كده بنقول نصفي. بيجي معاه احساس بالغثيان او الترجيع احيانا، ومعاه حساسيه للصوت والضوء. يعني ايه حساسيه للصوت والضوء؟ يعني لا انت طايق تسمع اي حاجه، ولا طايق تشوف اي حاجه، ولا طايق النور ولا اي حاجه حواليك. بيستغرق مده من 4 ساعات ل 72 ساعه، يعني ممكن نقعد معاه 3 ايام، واحيانا يطول لمده 15 يوم. اسبابه لحد الان السبب الاساسي مش معروف، بس قالوا خلل في نشاط الدماغ وفي كيمياء المخ عموما. ده اقرب الاسباب. احد الاسباب برضو ان هو يكون وراثي، علشان لقوا في عائلات كتير، يعني لما يبقى في حد عنده صداع نصفي تبص تلاقي اكثر من فرد في العيله ديت عندهم صداع نصفي. اسباب تانية بتقول ان هي ممكن تبقى تغيرات هرمونيه، زي مثلا السيدات اثناء الدوره الشهريه، اثناء الحمل، كل دوت يؤدي الى نوبات الصداع النصفي. وفي احتمال ان هو يكون بسبب زياده نشاط العصب اللي هو الخامس والمغذي للوش والدماغ. مين اكتر ناس معرضين ان هم يجيلهم نوبات الصداع النصفي؟ عندنا السيدات اكتر من الرجال بنسبه 3-1. الناس اللي منتشر في العيله بتاعتهم الصداع النصفي بنسبه كبيره، زي ما قلنا ان في احتمال يكون السبب وراثي. الاشخاص في سن 15 و45 سنه معرضين اكتر لنوبات الصداع النصفي. اي حد عنده اضطرابات هرمونيه زي الستات في ايام الدوره الشهريه زي ما قلنا، اوقات الحمل، واي حد عنده توتر واكتئاب او زهق، ايام امتحانات، ضغط نفسي، ستريس، كل دوت ممكن يجيله صداع نصفي. مسببات الصداع النصفي او العوامل اللي ممكن توصلنا لان احنا يجي لنا نوبه صداع نصفي، زي ما قلنا مثلا الوراثه احد الاسباب. ان هو مثلا طالما حد في العيله عنده، ان انت ممكن كمان يجي لك. اي حد عنده ضغط امتحانات، حاجه شغلاه، في ستريس، تقلبات مزاجيه، ده برضه معرض ان يجي له نوبه صداع نصفي. لو برضه ان قله النوم او كتر عدد ساعات النوم دوت برضه ممكن يؤدي الى نوبه صداع نصفي. زي ما قلنا ان اي اضطرابات هرمونيه، اي تقلبات مزاجيه ممكن تؤدي لنوبه الصداع النصفي. تغيرات الطقس، التغيرات المناخيه، تقلبات الجو، والجو النهارده حر بكره ساقعه، كل دوت ممكن يؤدي لنوبات الصداع النصفي. الروائح القويه والنفاذه، معظم مرضى الصداع النصفي برضو لما بيتعرضوا لاي روائح شديده او نفاذه تجي لهم نوبه الصداع النصفي. بعض الاطعمه والمشروبات، عندنا القهوه، كترها او قلتها ممكن يؤدي لنوبه صداع نصفي. وبرضو لما تبقى بتشرب قهوه وتقلل منها او تسحبها مره واحده كده، فممكن يجي لك نوبه صداع نصفي. بعض الاكلات اللي هي فيها مواد حافظه والحاجات اللي هي السبايسي وكده، لقوا ان هي بتهيج نوبه الصداع النصفي. الشوكولاته، لقوا برضو ان تناول الشوكولاته ليه دور في تهييج نوبات الصداع النصفي. المشروبات الكحوليه برضو ممكن تهيج علينا نوبه الصداع النصفي. مراحل نوبه الصداع النصفي، عندنا 4 مراحل لحدوث نوبه الصداع النصفي. في مرحله ما قبل نوبه الصداع النصفي، ودي اسمها مرحله البرودروم. وديت بتلاقي نفسك قبل النوبه ما تيجي بيوم او 2 تلاقي عندك تقلبات مزاجيه، مزاجك معكر، تتاوب كتير، دوت بدايه او مرحله ما قبل حدوث نوبه الصداع النصفي. عندنا مرحله ثانيه اسمها مرحله الاورا، وديت مرحله بتلاقي فيها ومضات كده، او بتشوف زي مشاكل بصريه او فلاشات كده.
وبرضه تزيد عدم حساسيه الضوء، ان انت تبقى مش طايق النور حواليك، بتبقى عايز تقعد في دنيا ضلمه، او تلاقي مش طايق تسمع اي حاجه. المرحله الثانيه اللي هي مرحله الاورا، وديت بيكون فيها شويه اضطرابات بقى بصريه، تبص تلاقي ومضات كده زي الفلاش، تبص تلاقي نفسك مش طايق النور، مش طايق الضوء، مش طايق تسمع اي صوت مع غمامان نفس او كده. ودوت برضو تاني مرحله من مراحل الصداع النصفي. مرحله بقى الصداع ذات نفسها دي ثالث مرحله، وديت بقى بيكون الم شديد في الراس في ناحيه واحده، واحيانا بصراحه بيكون في الناحيتين. مرحله ما بعد النوبه بقى، بعد ما تخلص النوبه والصداع يروح، تبص تلاقي برضو ايه جسمه مرهق كده ومكسر وعنده صعوبه في التركيز. دي 4 مراحل للصداع النصفي. دي 4 مراحل لنوبه الصداع النصفي. وعلى حسب مراحل الصداع النصفي دوت قسموا الصداع النصفي لنوعين، في صداع نصفي بأورا، وصداع نصفي من غير أورا، وصداع نصفي بمغص في البطن. الصداع نصفي بأورا اللي هو زي ما قلنا بيجي بالاعراض اللي هي بتاعت الصداع، غثيان، ومضات، فلاشات في العين، حساسيه للضوء، حساسيه للصوت ديت. وصداع يجي صداع عادي خالص بس من غير الاعراض الثانيه اللي قلنا عليها. وفي شكل من اشكال الصداع النصفي في الاطفال بيجي بمغص شديد في البطن، وهو عباره عن صداع نصفي ما بيجيلهمش في الراس. في عندنا صداع نصفي مزمن، ده برضو من انواع الصداع النصفي، ودوت بيكون ان النوبه بتقعد اكتر من 15 يوم في الشهر. سمعت قبل كده انت عن طفل صغير بيجيله صداع نصفي؟ عرفت ازاي؟ ايوه بيجيله، بس بيجي على هيئه الم في البطن، مش بيجي على هيئه الم في الراس. التشخيص بنقول ان هو اكلينيكي، بان انت تقعد مع العيان تسمعه، تساله عن تاريخه المرضي، حد في العيله عنده ولا لا، الوصف الدقيق، بنفحص كويس، برضه بنطمن ان مفيش اي مشاكل تانية تبع المخ والاعصاب، بنطمن ان هو دوت اكيد صداع نصفي. لو احتاجنا نعمل اشعات على المخ او رنين او كده عشان نستبعد ان يكون في حاجه من المخ والاعصاب بنعملها برضه، عشان نقول ان هو دي نوبه صداع نصفي واحنا مطمنين. لو احتاجنا اي فحوصات، اي تحاليل اخرى للبحث عن اسباب اخرى للصداع، بنعملها برضه لحد ما يتاكد لنا ان هي ديت كده نوبه صداع نصفي. العلاج بقى على شقين. عندنا العلاج لعيان مثلا خلاص جات له نوبه الصداع، يعني هو في الصداع حاليا، بنعمل ايه؟ خلاص ده طالما جات له نوبه الصداع بنديله مسكن ويكون قوي، حاجه مثلا زي مورفين، حاجه زي باراستامول. ما جابش نتيجه بندي ديكلاك مثلا قوي 150، ده حاجه قويه جدا. طب لو ما جابش نتيجه ممكن نزود معاهم ديكساميثازون، بس طبعا بعد وصف الطبيب او بعد استشاره الطبيب. في ادويه خاصه بنوبات الصداع النصفي اسمها تريبتانز، حاجه زي الاميجران، الاميجراويست 2.5، دي اقراص بناخد منها قرص بكوبايه شاي او بكوبايه قهوه. بعد نص ساعه لو ما تحسنش الصداع بناخد قرص تاني. لو ما تحسنش الصداع بعد 12 ساعه ناخد قرص ثالث، وان شاء الله تتحسن الاعراض. ايوه ممكن نحتاج ندي حاجه للغثيان والقيء لو حصل غثيان او قيء، حاجه زي الموتينور، موتيليوم، ادومبريدون، اي حاجه من الادويه. في بقى حاجات بنعملها للوقايه من نوبات الصداع النصفي، منها ادويه ومنها عادات معينه كده، وحاجات ممكن نعملها تقينا او على الاقل بتقلل من تكرار نوبات الصداع النصفي. الادويه ديت في حاجات منها هي ادويه قلب وضربات قلب اكتر، ولكن بتفيد في تقليل نوبات الصداع النصفي زي الاندرال وغيره. في ادويه مهدئه، ادويه مضادات اكتئابات وكده، بتحسن برضو من نوبات الصداع النصفي، وبنمشي عليها مدة طويلة بعد استشارة الطبيب طبعا او بمعرفة الطبيب، عشان بتنسحب بالتدريج، ما بتنسحبش مرة واحدة. طبعا قلنا
تبعد عن المحفزات اللي قلنا عليها، الحاجات اللي هي بتهيئك او بتوصلك لنوبه الصداع النصفي، التوتر الشديد، القلق، الاضطرابات المزاجيه، الاضطرابات النفسيه. ابعد عن الزهق، نظام حياه صحي، النوم، عدد ساعات كافي، راحه الجسم. الاسترخاء واليوجا بتقلل برضه من تكرار حدوث نوبات الصداع النصفي. يعني ناس بتستعمل تمارين الاسترخاء ديت في زي تمارين النفس العميق وكده في الوقايه من نوبات الصداع النصفي. تقليل المنبهات والمسكنات قدر الامكان. شرب كميات كافيه من الميه، شرب الميه بوفره ده برضه بيقلل في تكرار نوبات الصداع النصفي. اعمل مفكره لنوبات الصداع او مفكره للصداع بنعرف بيها ايه الحاجات اللي المره دي وصلتك لحدوث نوبه الصداع النصفي، ايه اكتر حاجه انت عملتها وصلتك لان انت يجي لك نوبه صداع نصفي، وتحاول تتجنبها في المستقبل. امتى نقلق ولازم نروح للطبيب، ما ناخدش علاجات من نفسنا كده. لو الصداع دوت اشد صداع جالك في حياتك دوت لازم تتوجه للطبيب، يروح يفحصك يشوف ايه بالظبط سبب الصداع. لو حصل مع نوبة الصداع فقدان في التركيز، فقدان في الوعي ولو بسيط، لو حصل إغماء مثلا، لو كان الصداع أصلا جاي لك بعد خبطة شديدة أو وقع على دماغك دوت لازم تتوجه للطبيب. ما تقولش دي نوبة الصداع النصفي بتاعتي. لو جه الصداع الشديد ده مع تقل في لسانك، ضعف في طرف من اطرافك، ايديك تقلت، ايديك نملت، رجليك تقلت، رجليك نملت، دوت لازم نتوجه لطبيب المخ والاعصاب حالا. مين بقى العيانين اللي محتاجين علاج وقائي للصداع النصفي؟ العيانين اللي النوبه بتجيلهم اكتر من 4 مرات في الشهر. العيانين اللي النوبه عندهم بتستغرق اكتر من 15 ساعه. العيان اللي لما تجيله نوبة الصداع بيأثر على نظام حياته وبيأثر على صحته عموما، وبيأثر على تركيزه، وبيأثر على نشاطه، وبيأثر على شغله، دوت نديله العلاج الوقائي يقي من نوبات حدوث الصداع النصفي. الستات اللي بيجي لهم دايما نوبات صداع نصفي أثناء وقبل الدورة الشهرية، خلاص دي عارفة ان كده كده ايام الدورة الشهرية بتاعتها هيجي لها نوبة صداع نصفي، فديت افضل لها تمشي على العلاج الوقائي. الفئات اللي ممنوعين من العلاج الدوائي، عندنا ادويه الصداع النصفي كلها ممنوعه على الحوامل، فلما تبقى عيانه حامل يفضل ان احنا نمشيها على العلاجات الوقائيه، ما نديهاش علاجات دوائيه. واحد عنده موانع من المسكنات، ما نستناش لما تجيله نوبه الصداع النصفي وبعدين نديله مسكنات، فاحنا نمشيه على العلاج الوقائي افضل. لو العلاج الدوائي ما بيجيبش نتيجه مع النوبات فاحنا خلينا ماشيين على العلاج الوقائي افضل، بيقلل او على الاقل لما بتيجي النوبه بتبقى هوينه جدا واعراضها متحمله. دمتم سالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.